كسلان. عارف انك كسلان انك تنجز المهام اللي متراكمه عليك. انا من كام يوم كنت زيك، وخصوصا الفتره اللي بعد العيد. كلنا متعودين ناخد العيد 17 يوم اجازه بعد العيد، بس شئت ام ابيت فانت لازم تبدا عشان تلم كل الحاجات المطلوبه منك الفتره دي. بس خليني اوضح لك نقطه مهمه، وهي ان الاكثر الما هو وقوع المهام دي في خانه المؤجلات لفتره اطول من كده، واحساسك بتسويف المهام دي اثره على النفس اصعب بكتير من احساسك بعد انجازها او قيد تنفيذها. ففي فيديو النهارده اقول لك على مهارات بتنقذني ان اطلع من الزون دي سريعا. فجهز مشروبك المفضل وورقه وقلم ويلا بينا. هنمشي بالمهارات دي كسيكونس ورا بعض عشان تكون حلقه متكامله قدام عينك، مش مجرد خطوات ومهارات عمال اعرضها عليك ومش عارف اربطها لك ببعض. اول حاجه هي تفريغ المهام. معنى انك دخلت الفيديو ده هو ان في مهام وطلبات كتير متراكمه عليك وحاططها في زون التسويف، والغريب ان الخطوه دي من اكتر الخطوات اللي بتحقق الراحه النفسيه، رغم ان هي ما بتحلش الموضوع تماما. لكن فكره ان قدامك ورقه وقلم وفرغت كل الافكار وكل المهام اللي حاططها في دماغك وعامله لك ارق شديد ولود عالي، بتنزل نص اللود ده وبتخلي الموضوع اهدى من الاول. زائد انها بتخليك شايف الموضوع من فوق وقادر تحدد كل المهام والمشاكل المعروضه قدامك. نفس المنظور بتاع مسقط البلان، واللي الناس في مدني زي او في عماره او في اي قسم او اي كاتيجوري ليه علاقه بالرسم هيفهم يعني ايه منظور البلان. هو انك بتبص على الحاجه من فوق. نظرتك من فوق دي بتحقق لك التحكم الكامل في توظيف واسناد المهام لاماكنها الصح، بس بيكون مرعب من كتر ما انت شايف المشاكل والمهام كتير ومرصوصه قدامك في الورقه، فبيبقى احساس غريب، حاسس بالراحه ونفس الوقت الرعب. وعشان كده بيجي دور تاني حاجه، وهي تحديد الاولويات. معنى ان في مهام يبقى في منها ما هو اولى وفي اللي ممكن يتأجل، وده اللي هتكلم عليه. عشان انت المهام اللي قدامك دي لازم تقسمها وتفلترها لأولويات. ايه اللي مستعجل ومهم انك تخلصه فيكون أولوية، وايه اللي ممكن تأجله او اصلا تشيله من دماغك. وواحدة من الأنظمة اللي بتساعدني ان اعمل الموضوع ده بسهولة وبساطة من غير ما اتلخبط او اكون متعقد هي ايزنهاور ماتريكس او مصفوفة ايزنهاور. وهي مصفوفة رياضية من النظام 2 في 2، او بمعنى ابسط بتجيب الورقة بتاعتك وبتقسمها لاربع مربعات. بتصنف العمودين بتوعك بعاجل وغير عاجل، والصفين مهم وغير مهم. فبينتج عندك المربع الاولاني مهم وعاجل، المربع الثاني مهم وغير عاجل، المربع الثالث غير مهم وعاجل، والمربع الرابع غير مهم وغير عاجل. بس كده هتمسك الورقه دي وتقسم عليها المهام بتاعتك. لكن هتقابلك ازمه كانت بتقابلني وقابلت اي حد جرب مصفوفه ايزنهاور، وهي انك وقت ما انت مضغوط وعليك مهام كتير هتحس ان كل المهام واخده اول مربع مهم وعاجل. عشان كده هصنف لك الحاجه ازاي تقسمها على الاربع مربعات عشان تتجنب اللخبطه اللي بتحصل. اول مربع وهو مهم وعاجل، يعني حاجه تتعمل حالا وانك لو عملتهاش هيكون في عقاب عليها، فيما معناه يعني تاسك او بروجكت مثلا مطلوب منك في الشغل، او اساينمنت او امتحان محتاج تحضر له. فانت في حاله انك انجزته هتحقق انجاز مهم، في حاله انك سوفته هيكون في زعل. تاني مربع وهو مهم وغير عاجل، يعني الحاجه دي مهمه انك تخلصها بس مش دلوقتي، ونفس الوقت ما تقدرش تاجلها لوقت كبير، فبتكون في زون انك مثلا بتبداها في الويك بلاننج بتاع الاسبوع اللي جاي، يعني من الاخر بتتحط في كلمه تخطط له. تالت مربع هتعمل المهام دي وقت فراغك، يا اما لو في حد ينفع تفوض له المهام دي يعملها عنك فتقدمها له. اما رابع مربع اللي هو غير مهم وغير عاجل، فانت تشيل الحاجات دي اصلا، يعني حاجات غير مهمه وغير عاجله ما تعملهاش، او اعملها لو هي مثلا حاجه علاقه بالترفيه فتبقى وقت اجازتك برضو او راحتك. والشيء بالشيء يذكر، اول مره كنت اعرف منها مصفوفه ايزنهاور كان من قراءتي لكتاب العادات السبع للناس اكثر فعاليه لستيفن اركوفي، وطبعا كتاب مشهور جدا، ولو ما قراتهوش انصحك انك تقراه. انا نفسي قراته مره وحسيت اني عايز اقراه تاني، في حاجات كتير قوي محتاج ارجع لها. بعد ما حددنا المهام وبعدها حددنا الاولويات وعرفنا هنبدا بايه وهنأجل ايه، دلوقتي معادي ان اقول لك شويه مهارات تعملها وقت الانجاز او وقت الشغل نفسه. اول حاجه تقسيم المهمه الكبيره لمهمات صغيره عشان كده تبقى بيس اوف كيك. يعني مثلا عندك بروجكت او اساينمنت او تاسك معين محتاج تسلمه والديدلاين بتاعه خلال اسبوع، يبقى على سبيل المثال تقسم التاسك ده على مده 5 ايام، ويوم للمراجعه ويوم للفينش. فكده انت بقى عندك كل يوم جزء بسيط من التاسك الكبير، بالظبط قطعه كيكه صغيره، بدل ما تصحى في يوم وتقول انا همسك البروجكت من اوله لاخره بالفينش والمراجعه في يوم واحد، فالموضوع هيكون صعب جدا. وخصوصا ان احنا الفيديو ده بنتكلم ان انت كسلان مش قادر تشتغل زي حالتنا كلنا الفتره دي. وممكن نفس الاسلوب ده تستخدمه في تقسيم الوقت، يعني من الاخر تستخدم البومودورو تكنيك، هو انك تذاكر او تشتغل خلال 50 دقيقه وتاخد بريك 10 دقائق، بعد ال 10 دقائق تاخد 50 دقيقه مذاكره او شغل، بعد كده بريك 10 دقائق، وتكرر السايكل دي لغايه ما تخلص الحاجه اللي بتعملها. وده اللي اتكلمت عنه باستفاضه في فيديو ازاي تلم المتراكم عليك، واللي انصحك انك تشوفه عشان ان شاء الله هيفيدك. تاني حاجه وهي التخطيط الاسبوعي. بعد ما عرفت المهام اللي عليك وعرفت ايه الاولويات وايه اللي هتاجله وايه اللي هتلغيه، تمسك الاولويات دي وتقسمها على مدار الاسبوع اللي داخل عليك او على الشهر كله لو تقدر تعمل ده، بس تقسم اسبوع باسبوع، وداخل كل اسبوع متقسم 7 ايام، فتكتب تو دو ليست يوميه بالحاجات اللي هتخلصها النهارده، وبعد تخلص كل تاسك تعمل صح جنبه وتنال احساس الدوبامين اللي كلنا بنحسه لما نخلص حاجه كبيره كده
تعمل صح. والنقطه دي عشان اتكلم على الويك بلاننج او التخطيط عامه بشكل عام محتاج فيديو كامل اعمله لكم اتكلم فيه عن التخطيط، مش نقطه بسيطه. بس الكلمتين البساط اللي قلتهم دول طبقهم وهيفرقوا معاك في الزنقه اللي احنا فيها دي. اخر حاجه وهي مهمه رغم ان كله بيغفل عنها، هي انك تستخدم سياسه الثواب والعقاب. لازم في الخطوه دي تكون شخص رقيب على نفسك في حياه انجازك المهام اليوميه اللي عليك او التخطيط الاسبوعي ككل. نهايه الاسبوع كافئ نفسك بحاجه نفسك تشتريها او بخروجه في مكان معين او بانك مثلا تلعب جيمز بتحبها. المهم يكون منتظرك في اخر المشهد والسكه حاجه معينه تكافئ نفسك بيها عشان يكون في متعه في التحدي. ولازم تحفز نفسك بشتى الطرق الممكنه. ما ينفعش تخش تحدي وانت ناوي تلم فيه كل الدنيا المتراكمه عليك وانت داخل بنفسيه متكسره، وافتكر انك مريت بأسوأ من كده بكتير بس عدت. وصدقني انا زيك الدنيا مش بالبساطه والانتاجيه اللي بتبان في كل الفيديوهات بتاعتي. اوقات الشيطان بيتخلل ليا وبيخليني اقلل انتاجيه واقلل حركه واقلل تركيز واقلل كل حاجه وافضل في زون تعب وتسويف لمده كبيره. بس صدقني مش مهم انك تقع في زون التسويف، المهم انك تعرف تطلع نفسك منها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت وصلت لغايه هنا فتستاهل تقولي في الكومنتس ايه المواضيع اللي حابب نتكلم عليها الفتره الجايه ويكون الفيديو من فكرتك. انا وهاب الشاذلي في رعايه الله.